ناس ما فيهاش شيء يا ري كلامية ده راجل عاقل. تفضل تتحنجل هناك وتفضل تقول هلال هلالي. يا ري جايب لي كركير واخد بالك وسط البلد الناس تقول لي عليه ده الحاج صديق قصدان. خالك من السودان انت هتشجعهم يا ابوي لا ولا خالي ولا عمي يا ابو ما العم. مالك كده موقف عنقك ليه؟ يا ابو العم نزلنا الله يخرب بيت ابو الكوره وهي زمان لك وهي زمان لك. تاني يا صديق يا ابو انا اتكلمت يا حرمتهش. انا عملتيه عملتيها انت لك قرابه هناك في السودان هتشجع الهلال لي بتاعت كاس الرابطه ممكن تاخدها. اباي نحن مش بتوع الحكاوي دي يا ابو خالو. عندك امل تلعب سوبر حتى يا ابوي ولا صابر ولا لب صيني ولا لب بقرع ولا اما المال. يا ابوي يا ابوي فكني اما انا موقف عنقك ليه ومهاريني في السوق. يا ابو العم الواحد يعرفش يهزر معاك انت اهزر معاك. صدق انت الواحد منا وراح لهزر مش هزر تاني معاك. هزارك مسخ. تجي لي امبارح تقول لي الهلال يعمل معنا احنا القلاشي. يا ابوي قاعد اهزر يا ناس. قلت لك يا صديق زيدان لما يحط رهان على الاهلي قاعد يكسب. هقول لك جمله واحده قول وتحط حلقه في ودنك ما تنساهاش. حاضر. لو الاهلي عايز نقطه وهيصعد لو لعب ريال مدريد هنجيبوها يا صديق. يا ابوي الاهلي جارح. لو البايرن يا صديق هناخدوها النقطه برضه. الاهلي جارح والله. امال لما هو جارح موقف عنقك ليه وهريني معاك يا ابوي ارميك من فوق. يا راجل يا عم زيدان ها ماله لك الدين عنده. يا تحوش يا وكيل ابوه يا راجل واحده ضايبوها. يا تحوش يا راجل جاي في البلد يقولوا له الحق عمك زيدان مكركر ابوك وربطه ليه؟ ده انا كنت راح ارميه. يا راجل ترمي مين ملوش لا 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 الكلام كنت اربطه في العمود خب ملوش ناس يا تفكر يا فكر ملوش ناس هو لا يا عم زيدان يعني. هقول لك حاجه يا احمد. قول حاجاتك يا عم الحاج. ابوك ده احمد ماله ومال الاهلي. انا الزمالك هيلعب. لا طبعا مالك ومال الاهلي. قول له يا احمد مش كل واحد يشجع اللي يريح يا ولدي. صح دي حرية يريحوا بس شخصية. ما يجيش يهاهي على القهوه. صح انت تهييش يا عم ده راحوش عجونا عشان اهاهي وكمان عاوزهم يروحوا. ما راحوش خلصوا عليهم. طيب سيبوا سيبوا تكلموا كلام عشان الناس ما تلمش علينا. طيب الناس رايحه وجايه الناس اللي شايفين. انا مش هتكلم معك انت انا هتكلم مع ولدك صغير يمكن عنده كلمه عنه. ما شيء ولا انا هسيبه بس في حلين يا احمد. قول الحل الاول. هو حل واحد يا احمد. قول الحل الواحد. لو شفت ابوك على قهوه تاني في ماتش الاهلي ولا لمحني بس هو جاي في الطريق وشفته الدور الجاي يا احمد هتلاقيه من فوق الكوبري مرمي هنا. انت مش كسرت لي سفر في البيت عشان ما تسمعش كوره. حصل ونحن برضك نمسح القهوه من دماغنا. خلاص انا كده معيش فلوس عشان اقعد عليها القهاوي تاني. بس في حل واحد بس معاي. حليه تمضي لي على الاقرار دي. ليه؟ انك ما اشوفكش خالص على القهوه لغايه شهر رمضان. اظن نسيمها رمضان احنا. وامضي لك على البيت وامضي لك على البقره وامضي لك على الولد احمد وانا اشوف لي مصلحه ثانيه يا زلمه عشان ترتاح انت والولد تاعك. ما صح يا عم. يا زكا يا مرجع. لا استني يا لا انت ما نصيبهمش انا طول النهار وجاي اضيعهم عليك طول الليل. خلاص يا عم يمضي انا مش هحل الا المهم. يا عم ابصر اديله خليه يبصر. انا كده نسيت القلم هني من تحت. طلعش تاني على قهاوي ولا هتفرج على اهلي ولو شفتك معدي من الشارع دي هلف ولف الشارع الثاني بالظبط كده. خلاص يا عم الحاج. يا انا هفكها تفكوا والشلين يجيبهم لي على البيت. مش هتكلم وراك مش خلاص سوق من بكمه يا راجل ما فيها صح. اروح اتسحر. ماشي يا عم زيدان. فك انت مالك ومال الهلال هتشجعوا ليه؟ انا عارف يا احمد يا احمد البيبان كلها اتقفلت في وش الزمالك يا احمد. البيبان كلها عملت كده السنه دي. واخد بالك ممكن اسيبك وامشي على كده هنا انت ومربوط ومكتف. ليه؟ مش هو ابوك كلمتين هقولها لك رضيت بيهم هفكها ما رضيتش هندم لك زيدان ثاني. ليه يا ولدي؟ قول نحن مش هنشجع كوره ثاني في مصر. بطلناهي. نحن خلينا في اوروبا السيتي وليفر انت وطالع. انت تشجع السيتي بس ماشي. هترجع للدوري المصري والحاجات دي. لا ورحوا شويه يا اولاد والحقونا ناس مش هينفع. انا كده والله بطني وجعني. طيب ليها 3-4 ايام معيمه علي حتى ما قدر اروح للدكتور. يعني فيش كلام. ما فيهاش تاني يا احمد. يلا نشوف. فك يا ولدي فك يا ولدي. يلا نشوف. فك تحت الاول ده رجلك هتنقطع. يا ساتر يا رب.
ده بكتفك يقول ماسك حرامي. فك هني، فك هنا عشان دونجا والسيسي في نص الملعب خربوا. يا ابوي خد انت دونجا والسيسي يا يهوذا، دي صفقات دي جايه دي. يا ابوي مالها صفقات انت؟ صفقات دي جاي يا ابوي يا باي يا شلب يا ناس يا ابوي ماله شنب؟ يا شلبي. طب اسكت يا ابو شوف المصلحه بعيد عننا الجماعه دول. انت باص مش لا 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 الزمالك يعمل اي حاجه يا احمد. يا ابوي يعمل ايه؟ يا عم طب خلاص نحن نحضروا على الموسم الجديد يا احمد، ما ينفعش الشغل ده. هيحضروا اطلع المستشار والدنيا هتتظبط. يا عم اي حاجه يا احمد. انت هتسكت ولا اروح اجيب لك زيدان؟ لا زيدان تاني. هتسكت ولا اروح اجيبه؟ يلا بينا. يا امشي قدامي. سيبني دقيقة يا أحمد يا ولد داي يا أبوي. اهو كدي اهو كدي يا قلب الأبيض يا ناس. طيب يلا سردنا المولد بلا حمص. يا ابوي خلاص طب وحد الله. يا تسيبنا في الشغل بشوية على الكوبري يا يا ابوي وحد الله ليك دي. يا أبوي. يا ابوي يا ابوي يا ابوي خلاص